أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. مساء الخير أو صباح الخير على حسب ما بتسمعوني. وأنا قاعدة النهاردة الصبح وكنت هسجل، كنت هتكلم عن موضوع تاني، لكن قررت أشارككم أفكاري النهاردة لأن النهاردة عيد ميلادي. يمكن أنا من الناس اللي ما بتحبش تحتفل بعيد ميلادها وبحاول أتعامل معاه كيوم عادي جدا، لأن فكرة إن الواحد يحتفل إن في سنة عدت من عمره دي بصراحة أنا بلاقيها محبطة شوية. لكن أنا قررت النهاردة إن أنا هحتفل بعيد ميلادي معاكم، البودكاست اللي بقالي تقريبا سنة بعمله وكل خطوة فيه بتفرحني، وبيفرحني أكتر ردود الفعل والكلام الجميل اللي أنا بلاقيه منكم. أنا هحتفل النهاردة معاكم إن سنة كاملة كنت بحاول وبجرب، وحاجات بتنفع وحاجات لأ، بس كل ده كان بيفرحني وبيسعدني، وكنت مستمتعة جدا جدا وأنا بعمله. يمكن في الكام سنة اللي فاتت بقى منظوري للحياة مختلف شوية، وبقيت بدور على الحاجات الحلوة في أي يوم عادي. بحاول أخلي أي يوم يعدي يكون فيه حاجة مميزة. ممكن لأني اتصالحت مع فكرة إن كل حاجة في الحياة مؤقتة، مفيش حاجة بتدوم، لا الناس ولا الحاجات ولا المكان، كلها حاجات مؤقتة. وقبل ما أي حد يقول لي دي فكرة كئيبة جدا، خليني أقولك عزيزي المستمع إنها فكرة حررتني من حاجات كتير. فكرة التملك، إن ربنا يبقى مديك حاجة فتحس إنك بتمتلكها وإنها هتفضل معاك وبتكون بالنسبة لك من المسلمات. لكن الحقيقة إن أي حاجة معاك دلوقتي ممكن بكرة تكون مش معاك، ودي مش فكرة سوداوية. دي الحاجة اللي بتخليني أقدر كل حاجة معايا دلوقتي حتى ولو صغيرة، إني أكون ممتنة بوجودها وأنا عارفة ومتأكدة إن مفيش حاجة دايمة. ممكن تكون كمان الفكرة دي بتوازن الجشع اللي جوه الإنسان. الإنسان بطبعه طماع، ولو معاه حاجة بيكون عايز 2. لكن لو بصيت لأي حاجة في حياتك إنها منحة وإنها معاك لوقت معين من الزمن، فهتكون مقدرها كل يوم هي معاك فيه. الفكرة هنا هو الشكر والامتنان. لو الحياة ادتني حاجة بكون ممتنة، ولو خدتها تاني برضو بكون ممتنة هنا على الوقت اللي كنت بتمتع فيه بالحاجة دي أيا كانت. الحاجة دي ممكن تكون فلوس، صحة، ناس، ممكن تكون أب، أم، حبيب. وبدل ما أدور على أنا خسرت إيه، بدور أنا انبسطت في وجود الحاجة دي قد إيه. ولما الواحد بيشكر ويعد النعم اللي حواليه، ربنا بيديله أكتر. لكن مش الغرض من الشكر هنا إنك تاخد أكتر. الغرض من الشكر هو الاعتراف بالكرم والعطاء اللي ربنا أنعم عليك بيه. الناس القريبين مني بيتريقوا عليا إن أنا ما عنديش خطط بعيدة، عمري ما بعرف أخطط لبعيد. أنا بمشي واحدة واحدة كده وأشوف الطريق هيوديني لإيه. مرة حد قال لي أنت عاملة زي الصنايعية، عايشة يوم بيوم. ودي بصراحة حقيقة، أنا فعلا عايشة يوم بيوم، بدور في كل يوم على حاجة حلوة وبعمل اللي عليا واللي ربنا يقدرني عليه. ما بقيتش باجي على نفسي زي زمان لحد ما اتحرق، بقيت واخدة كل حاجة واحدة واحدة. الدنيا مش هتطير، وانا متأكدة ان لو حاجة مكتوب لها تضيع مني هتضيع، حتى لو قعدت اصارع واحاول هتضيع. فعلى ايه حرقة الدم؟ بالراحة، واحدة واحدة. المهم اني اكون عملت اللي عليا، المهم هنا اني اكون مقصرتش. انما اللي بعد كده ده مش بايدي، دي ترتيبات القدر. أنا النهاردة عايزة أحتفل بسنة كانت مليانة بكرم ربنا عليا في حاجات كتير، وحتى الحاجات اللي ما اتكتبلهاش تنجح فأكيد كان ليها سبب أنا لسه معرفوش. وعارفة ومتأكدة إن دايما الطريق اللي ربنا بيكون كاتب لي أمشي فيه بيكون أحسن 100 مرة من كل خططي وكل اللي أنا بتمناه. وعلشان كده أنا بطلت أقلق، أنا بس بحاول وبسعى وجوايا يقين إن بكرة أكيد أحلى. السنة دي أنا جربت حاجات كتير خلتني أسعد. جربت إني أبسط حياتي على قد ما أقدر، جربت إني أدور على الهدوء سواء كان في أماكن أو جوه نفسي. تعلمت أعمل مديتيشن وقريت كتير عنه. ممكن بقالي 2 بتعلم، بس السنة دي بقيت مهتمة جدا إني أخد وقت وأعمل مديتيشن صح. وفي ابليكيشن بستخدمه اسمه هيد سبيس، ده بيساعدني جدا في الموضوع ده. وفي طبعا فيديوهات على اليوتيوب وكتب. المهم ان المديتيشن تقريبا من اكتر الحاجات اللي قريت عنها السنة دي ومهتمة جدا بيها، لان فعلا اقدر اقول اني شايفة نتيجة ملموسة في حياتي وفي نفسيتي. السنة دي بحتفل بصحتي،
الحمد لله على كرمه الزايد عليا إن عدى عليا سنة صحتي فيها كويسة. هو من غير تفاصيل كتير عن الموضوع، أنا كان في فترة في حياتي كنت مريضة جدا فيها وكانت صحتي منتهية، والفترة طويلة كنت حاسة إن مفيش أمل، خصوصا إن أنا اتشخصت غلط مرتين وخدت أدوية غلط من دكاترة يا ربنا يجازيهم، فعلا كانت هتقضي عليا. وفاكرة كويس يوم كان كل اللي نفسي فيه إن أشرب بق مية وما كنتش قادرة أقوم من على السرير، بس الحمد لله ربنا كرمني وخفيت. وعلشان كده كل يوم بقدر أقف فيه على رجلي بحس إنه نعمة وفضل من ربنا. حاسة إن الموضوع دخل في جو كئيب وميلودراما، بس كنت حابة أشارك حاجة يعني خاصة. السنة دي بحتفل إن تجربتي إني أعمل فيلم وثائقي طويل ما نجحتش رغم كل محاولاتي ورغم كل تعبي عليه، لكن في حاجات بتتمنع عنك لأسباب، ويمكن الفيلم يكمل أو ما يكملش، بس أدينا جربنا. السنة دي بحتفل إن عندي عيلة بتحبني وبتدعمني طول الوقت، بحتفل إن في ناس دايما بتساندني وبيقوموني كل ما بقع. السنة دي بحتفل إني بتعلم إيطالي وقطعت شوط كويس جدا فيه، ويمكن السنة الجاية أقدر أقدم لكم البودكاست بالإيطالي، محدش يعرف. السنة دي بحتفل إني برج العقرب اللي بيخوف كل الناس مع إننا طيبين زي أستاذ محمود الجندي وكمال أبو ريا. وأتمنى إن السنة الجاية تكون حلوة وتكون حنينة عليا وأقدر أحقق فيها أحلامي، وأتمنى إن السنة الجاية زي دلوقتي البودكاست ده يكون بقى حاجة كبيرة زي ما بحلم، وأتمنى إني أقدر دايما أدخل ولو نقطة نور وأمل في قلب أي حد بيسمعني. في الآخر عيد ميلاد سعيد وكل سنة وانتم طيبين، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.